بعد مباراة كبيرة جدا من النادي الأهلي النهارده قدام مراوغ الياباني. هو ده الأهلي المونديالي اللي احنا بنشوفه كل سنة، هو ده النادي الأهلي، هو ده روح النادي الأهلي. هي دي الحاجات اللي الأهلي معودنا عليها من ساعة مونديال 2006 ده الأهلي بتاعنا. مع النهارده شغل كبير جدا من كولر، شايف إن الماتش ده زي ما هقول قلت قدام فلومينينسي، إن الأهلي هو اللي قدر يخلي اوراوا وفلومينينسي بالأداء اللي أنت شايفه في الملعب. طبعا بغض النظر عن النتيجة، الأهلي النهارده شغل كبير جدا من كولر. زي ما كنت قايل لحضراتكم امبارح ان الفرقه دي بتعتمد في البدايه على التكتلات وانها تحسب لك الاستحواذ. النهارده في الدقيقه 23 كان الاهلي مستحوذ 63% على الكوره. وكانت اللعبه كلها في ايه؟ النهارده الماتش ده كان في بدايه الماتش كانت قدامك طريقين. طريق ان انت ممكن تاخد ماتش فلومينينسي ومش هتسجل، والشوط الثاني ممكن تلبس جونين زي ما حصل. وزي ما حصل الماتش اللي فات، كان نفس سيناريو الماتش اللي فات، بس الفرق ما كان فيك انت مش في الفرقه اللي قدامك. النهارده جات لك فرص محققه في الاول قدرت تسجل. كان عاجبني قوي فكره الضغط من النادي الاهلي. الضغط وان احنا نازلين كولر قاري الفريق اللي قدامنا، هو عارف احنا هم بيلعبوا ازاي. ضاغط على الفريق اللي قدامك، انت عارف ان هو كده كده هيحسب لك الكوره. وحته كوكا كان عجباني جدا، رغم ان في البدايه اتفاجئت ان مروان عطيه هو اللي هيلعب سته مش كوكا. بس كانت عاجبني قوي فكره الضغط، وحتى الجول الثاني لتاو كوره حلوه جدا جدا من كوكا ضغط عليها. وتاو طبعا فينش رائع يعني. والجون الاولاني كمان، يعني فرحتي بالجون الاولاني اكتر من ان هو جول للنادي الاهلي، جول ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم بالنسبه لي هو نجم البطوله، نجم البطوله، وهو طول عمره نجم كاس العالم للانديه قدام الهلال السعودي وقدام في 2021. والنهارده والماتش اللي فات قدام فلومينينسي، وكان يعني مباراه كبيره جدا وبطوله كبيره جدا من ياسر ابراهيم. وانا شايف يعني ان بعد كده خلاص هو منعم وياسر. فالنهارده تقدر تقول بجد الاهلي اختلف. الاهلي فيه ضغط على الكوره، الاهلي فيه لعب، الاهلي فيه لعب ايجابي على الجون، الاهلي فيه فينش قدام. مع ان يعني النهارده برده كان الفينش اكتر من الوينجات ومن اللعيبه كويس. عكس مثلا كهربا النهارده برده ما كانش في حالته. كان في كوره حتى كان ضيعها في بدايه الماتش في الدقيقه 10 كده، اللي هي شحات لعبها فوق الجون. النهارده الاهلي نقدر نقول الاهلي اختلف. فكره اللي انت الربط والباكات عندك بتزيد. محمد هاني في كوره الجون الثاني، نفس جول الناس لو تفتكر الجون الثاني ده ميكس من جون الاهلي في مونتيري في كاس العالم 2021، الكره بتاعت هاني. والفينش بتاع ياسر هو الفينش بتاع ياسر قدام ماتش الهلال السعودي. فتقدر تقول النهارده الاهلي فعلا اختلف، الاهلي فعلا النهارده بيلعب كوره، هو ده الاهلي اللي احنا عايزين نشوفه. حتى الشوط الثاني الاهلي بالظبط طريقه لعب الاهلي لحد الدقيقه 35 كانت ضغط على الاهلي، ضغط على اوراوا. انت عايز تغلط اوراوا، انت عارف ان كده كده اوراوا سايبه لك الكوره، فانا هستغلها صح. بمعنى صح، قصرنا فتره جس النبض بين الفريقين. احنا داخل انا عارف ان انت هتدافع وانت عارف ان انا ههاجم. بعد الدقيقه 35 الاهلي بدا يتراجع ورا، وانا شفت ان التراجع ده الى حد ما كان كويس. مش كويس كسير الاهلي كسير الماتش في الاهلي، لا، كويس لفكره هدوء اللعيبه بدنيا. مفيش فرقه يا جماعه تقدر تضغط على فريق كامل. السيتي بعظمه السيتي وبتكتيك السيتي وجوارديولا وكل حاجه ما بيضغطش على الفرقه 90 دقيقه. لازم في وقت بترجع. الاهلي رجع في الدقيقه 35 صحيح، دخل في الجون من كانتي. يعني انا شفت هو هداف الفريق، بس ما شفتش يعني ان هو المهاجم الخطر على النادي الاهلي. هو هداف الفريق طبعا بالنسبه لهم هم، لكن بالنسبه لنا احنا انا شفت النهارده ما كانش عندهم مثلا اللاعب اللي اقول ده لما بيمسك الكوره الفرقه عندنا بتختلف. وبعد كده الشوط الثاني وراو كمل برده في الضغط، او الماتش كان سجال في البدايه خالص لحد الجون الثاني. لحد الجون الثاني لشولز البلانتي. هو طبعا ده يعني ده سابع جون ليه من بلانتي السنه دي. فيعني انا كنت عارف ان هي داخله كده كده، اللي هو اللاعب يعني متخصص فيها. فعجبني قوي بقى في حته ايه، الناس اللي اتفرجت على كاس العالم السنه اللي فاتت نفس الاداء كان قدام فلامينجو. فلامينجو البرازيلي، انت بتلعب كويس جدا، بتتقدم عليهم، بعد كده بتتعادلوا، وتعادلوا نفس الطريقه برضو. الناس لو تفتكر كان بلانتي محمد هاني. وبعد كده اللي عجبني بقى اكتر حاجه في الماتش هو رجعت الاهلي الماتش. في ايه رجعت الاهلي الماتش؟ انت كنت ممكن تتوه وتدخل فيك الثالث والرابع، لكن اللي عجبني اكتر ان الاهلي قدر يرجع المباراه تاني. اللعيبه ركزت في الملعب، التبديلات جت في الوقت برده كويس، رغم ان هي كانت متاخره. بس بعد سير المباراه وبعد الجون الثاني كانت لازم تبديلات فعلا. كهربا ما كانش موجود النهارده. عجبني بقى فكره رجعت الاهلي الماتش. كريم فؤاد كان كويس جدا، رغم ان هو ضيع في كور، بس حركيه كريم فؤاد، طاهر نفس الكلام، اثنين اللعيبه الورك ريت بتاعهم عالي جدا في ضغط. ده الاهلي يقدر يرجع بيه الشوط الثاني، لان اوراوا مش الفريق اللي يخوفك. اوراوا رجع الجولين بغلطتين. هو الجول الاولاني الكانتي بتاع اوراوا، يعني في شويه بس من الجول الاولاني بتاع فلومينسي اللي هو كان ضربه الجزاء، نفس الفكره. يعني حته الكوره لما بتلعب في ظهر الباكات
طبعا اي فريق عارف الاهلي عنده الحته دي. الاهلي فريق هجومي طول عمره، فالباكات عندك بتطلع مع الوينجات. الكوره لما اتلعبت في ظهر الفريق، ظهر الباك، فالوينج هو اللي راجع خدها، كان حسين الشحات. هي الكوره بتاعت مع بيرستاو. بس يعني الحمد لله الاهلي قدر يرجع. يعني خلينا نتكلم في الجانب الايجابي، الاهلي قدر يرجع المباراه، وانا شايف ان دي حاجه كويسه جدا، ودي خبرات لعيبه في الملعب وخبرات مدرب، لان انت تقدر ترجع الفرقه تاني وتقلل الدفعه المعنويه بتاعت اوراوا. دي كانت حاجه كبيره جدا. وبعد كده طبعا يعني برضه من مكاسب البطوله جدا هي رجعت علي معلول لجزء من مستواه. طبعا علي معلول عنده اضعاف ده، واحنا كنا شفناه قبل كده. الفاول عجبني قوي، فكره ان الاهلي قادر يسجل من كل كوره. طبعا رغم البلانتي اللي ضاع، بس يعني زي ما بيقولوا علي معلول ده حاجه كبيره جدا في تاريخ النادي الاهلي. يعني لا بطوله ولا ماتش ولا اي حاجه علي معلول يقدر ياثر فيها، يعني تاثر في حبنا ليه. الفاول حلو جدا، فكره دلوقتي بتسجل من فاولات. لازم الاهلي كل كوره يبقى ليه خطوره فيها. الركنيه الاهلي كانت جت عليه فتره، كان الركنيه دي بالنسبه لنا احنا عارفين ان هي كده هتتاخد. الفاول بتسجل منه. ركنيات قبل كده بتسجل منها في الدوري. بلانتيات ضربات جزاء ماشي بتضيع برضه، بس ايه احسن من الاول. ودي برضه الحته دي محتاجين نشتغل فيها على فكره. ضحيه ضربات الجزاء علي معلول النهارده ضربه الجزاء هي على فكره علي معلول كوره قلشت. الناس اللي هتركز فيها علي معلول لعبها من نص الكوره لفوق، يعني المفروض الكوره مش تلعب كده، هو قلشت منه. فالاهلي النهارده نقدر نقول ماتش في المجمل مبروك لجمهور الاهلي البرونزيه. طبعا ما كانش الحلم، احنا كان الحلم اللي احنا نلعب السيتي في النهائي، بس الحمد لله على كل شيء. ولسه عندنا السوبر المصري. الناس لو اول سنه يتطبق فيه السيناريو بتاع الاربع فرق ده، بتاع بيراميدز وفيوتشر، مش متذكر يعني الفريق الرابع مين، بس اعتقد اتمنى تكون راجعه النادي الاهلي كبيره وراجعه للطريق الصحيح. اللي احنا شفنا انتوا عندكم ايه، شفنا اللي انتوا تقدروا تقدموا ايه. فنتمنى نشوف الاداء في الدوري، وربنا مع الاهلي يا رب، ومزيد من البطولات والنجاحات باذن الله.